السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شيماء، لو مش بتتابعوا قناتي تابعوني. النهاردة هعمل لكم البسبوسة المرملة الدايبة بتاعة المحلات بطريقة سهلة وبسيطة. خليكم معايا لحد آخر الفيديو علشان هنقول في النص كده تركات تخليها حلوة ومرملة وما تنشفش منك. أول حاجة هنجيب دقيق السميد. هنجيب بالظبط نص كيلو من دقيق السميد، بما يعادل 3 كوبايات من الكوبايات اللي بنعاير بيها في كل وصفة. هنحط رشة من الملح، هنقلب المكونات دي كلها مع بعض. نص كوباية زبدة على سمنة يعني، أو سمنة بس، أنا هنا حطيت سمنة بس. حابة تحطي زبدة على سمنة تمام ماشي، حابة تحطي زبدة بس ماشي، سمنة بس ماشي، الاتنين مع بعض اوكي. هنقلب مع بعض ونبس السميد في السمنة بتاعتنا، هنبسها كويس. لازم الخليط هنا يمتزج، يبقى كل حباية من حبات السميد فيها مادة دهنية، تبقى شبه الرملة المندية أو المبلولة كده. كنا خلاص السمنة امتزجت مع دي السميد. كده تمام. خلصنا التقليب بتاعنا اهو، شايفين شبه الرملة المبلولة أو المندية. هنحط هنا كوباية من سكر الحبيبات الناعم، نقلبها مع بعض علشان السمنة والسكر يمتزجوا مع بعض. الخطوة دي ممكن انتي في غنى عنها، ممكن تحطي الحليب مع السكر على النار لحد ما يدوب السكر، وبعدين تحطيها على الخليط. يعني عندك خيارين، ممكن تحطي السكر على طول زي ما انا حطيته، بس طبعا يعني لو انتي اول مرة تعمليها حطي السكر مع الحليب. هنا معلقة جوز هند اختياري، ممكن تستبدليها بكيس فانيليا عادي. زي ما قلت لك انا هنا علشان بعملها دايما، فانا بحط السكر مع السمنه وبقلبه. لو انتي اول مره تعمليها هتحطي كوبايه الحليب هنا مع كوبايه السكر، وهتدوبيها على النار تخلي الخليط دافي. احط كوبايه من الحليب هنا على الخليط بتاعي. هنا بقى هنقلب تقليب خفيف، ما نعجنش علشان السميد بتاعنا ما يطلعش العرق بتاعه. لو طلع العرق بتاعه يبقى كده اتعجن، هينشف منك. يعني يا دوبك كده تقلبيها، يعني تقليب خفيف جدا. اهو شايفين انا ما بعجنش، انا بقلب تقليب بحيث ان اللبن عندي او الحليب يمتزج مع السميد بس ما يتعجنش. اهو خلصت تقليب، شايفين سهلة وبسيطة وهتعمليها بكل سهولة ان شاء الله. هنا دهنت الصينية بتاعتي مقاس 28. انزل بالخليط بتاعي. هتقولي ان العجينة ناشفة، لا هي مش ناشفة، هي مظبوطة. هي كل ما بتزيد السوائل فيها كل ما هتنشف منك، لكن كده هي مظبوطة وتمام. هنبتدي نفردها بالسباتيولا بتاعتي. نساوي كل الأطراف على مش عشان ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية. اهو هنا بعد ما سويناها هنخبطها خبطتين تلاتة كده على الرخامة، ولو فيها حتة زايدة هنبسها بإيدي كده وهندوسها بإيدي علشان وشها ما يبقاش متشقق كده ومفتوح. أنا البسبوسة بتاعتي جهزت، هنريحها شوية قبل ما نحطها في الفرن، يعني كده 5 دقايق، وأقل كمان من 5 دقايق. نحطها في فرن درجة حرارة 180 أو 200. نخليها على درجة 200 علشان الفرن بتاعتي كانت هادية، فأنا خليها على درجة 200. أول ما تاخد تحميرة كده في الجناب هشغل عليها الشواية. هنا بقى هي وفي الفرن هنعمل السيرب بتاعنا. السيرب بتاعت البسبوسة بيبقى سخن وخفيف. هنحط 2.5 كوباية من المية، وعليها 1.25 كوباية من السكر.
هنحط عصرة نص ليمونة. عندك عسل جلوكوز حطي، وعصرة نص ليمونة برضو. عندك معلقة عسل جلوكوز حطيها، بيدي طعم أحلى للبسبوسة. أنا بقى العادة بتاعتي إن أنا مش هبطلها، هحط شريحة من الليمون كده علشان بتدي طعم للسيرب بتاعي أو الشربات بتاعي. هنا الشربات بتاعي كان جاهز خلاص أهو، سخن كده لسه نازل من على النار. هحط له كده كيس من الفانيليا، لو عندك مية زهر حطي، بس انا بحب هنا الفانيليا. عايزه تحطي معلقه سمنه بلدي كده من فوق، انا ما كانش عندي تاني فانا ما حطيتش، اكتفيت بالفانيليا بس. البسبوسه بتاعتنا الجميله خرجت من الفرن، شايفين اللون بتاعها حلو ازاي اهو. اخدت بالظبط يعني من 20 ل 25 دقيقه، على حسب الفرن بتاعتك، يعني على حسب ما تلاقي الفرن بتاعتك خرجتها. يعني لو الأطراف بتاعتك ابتدت تحمر تمام، يبقى تشغلي الشواية وتخرج. بتاخد 20 25 30 على حسب الفرن بتاعتك. هنا شايفين بتشرب الشربات بتاعها، وشربات سخنة وهي سخنة ازاي. تشربه في الحال اهو كده، طول ما بتشرب الشربات بتاعها كده بتدل ان هي ناجحة 100%. لكن لو الشربات ما شربتهوش يبقى كده في حاجة غلط، يعني عملتي حاجة غلط. شايفين، هنسيبها كده. آه شربت الشربات بتاعها كله اهو، شايفين عاملة ازاي وطرية. هنا بقى في المرحلة دي هنغطيها، يعني تغطي البسبوسة بتاعتك وتسيبيها ترتاح شوية علشان تقطعيها. كل ما تبرد كل ما تاكلي منها تبقى طعمها أحلى وأحلى يعني. البسبوسة بتحب ترتاح، يعني تقعد فترة طويلة كده حتى تاكليها. انا بتكلم على ان هي من غير البيكنج باودر الكلام ده، يعني انا بتكلم على اللي هي بالسميد السايب اللي من عند العطار اهو. هنا هنقطعها، شايفين لما بضغط عليها بتحس ان السيرب بتاعها عايز يخرج منها كده يعني. شاربة الشربات بتاعها كله، وشكلها جميل وطعمها كان تحفة. شايفين السكينة ماشية فيها حلو خالص. انا سبتها ترتاح طبعا، فلما بترتاح بتتماسك، يعني بتتماسك اكتر وبتبقى طعمها جميل ودايبة ومرملة. القطعة بقطعتها كده، نفرج القطعة علشان نشوفها مع بعض. دايبة ومهملة يعني مش عايزة أقولك إن هي طعمها تحفة وشكلها تحفة. يعني كده أنا عاملاها سادة. انتي لو حابة تحطي لها شوية مكسرات حطي لها طبعا، هي ونية لسه مستوتش، هتحطيها هي ونية وتدخليها الفرن. أنا هنا عملتها سادة، وهرش عليها شوية جوز هند كده. هخرج لكم قطع تاني، شايفين متماسكة ازاي. أنا خايفة أبوظها علشان كده بمشي حتة حتة، يعني أهو شايفين بطلعها بالراحة كده. الجمال بتاعها القطعة بقطعتها، يعني طالعة كده القطعة بقطعتها كده. حابين يبقى السمك أعلى من كده ممكن تحطوها في المقاس الأصغر. أنا حطيتها في مقاس 28 كده، السمك بتاعها مظبوط. رشيت كده رشة جوز هند عليها علشان تدي شكل كده حلو يعني. شايفين لونها ازاي، من فوق محمرة كده وحلوة ومن تحت برضو في النص شايفين الطبقة بتاعتها حلوة ازاي، جميلة جدا ودايبة ومرملة، وطعمها حلو جدا. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب.